لا شك أن أستاذية النبي صلى الله عليه وسلم أستاذية باهرة. نحن أمام نبي علمنا أمورا لو أننا فقط انتبهنا إليها لاستطعنا أن ندير أمر أمتنا على نحو من الإصلاح يبهر حتى دول الغرب والشرق. أتذكر في مجال تعليمه وتثقيفه لصحابته أنه كان هناك صحابي هو جعفر بن أبي طالب بقي 13 سنة من 23 سنة اللي هي بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، بقي 13 سنة بعيدا عن الرسول، موجود في هجرة الحبشة، مكلف تكليف إسلامي. لكن هذا الكلام معناه أنه حرم 13 سنة من 23 سنة، حرم أن يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع من الحبشة إذا بنا أمام الأستاذ العظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بنا نفاجأ به يؤاخي بينه وبين إمام العلماء اللي هو معاذ بن جبل. إمام العلماء، إمام العلماء طول العمر في الدنيا، في منذ خلق الله الأرض إلى يوم القيامة، معاذ بن جبل إمام العلماء. وكأنه يقول له الحق أعطي لجعفر وعلمه وهيئه، لأنه خلاص لم تبقى إلا سنوات قلائل ويستشهد في غزوة مؤتة وتنتهي حياته. هذه الكفاءة في اختيار نوعية المعلم الذي يعلم جعفر ومدى استيعابه للمنهج تعرفنا وتعلمنا كيف يكون الاختيار، كيف تكون الدقة. لو أردنا أن ننتفع بهذا في سياستنا التعليمية سنعلم إن علشان تصلح وزارة التعليم أو تصلح التعليم، أنت محتاج إن رقم واحد في وزارة التعليم هو المعلم. رقم واحد، لازم حياته تستقيم، لازم دخله يستقيم. ما ينفعش أجري وراه أبدا، أجري وراه المباحث تظبطه عشان بيدي درس ولا ما بيديش، وده شيء يخل بكرامة المعلم. بس أنا عشان أحفظ للمعلم كرامته لازم أصلا أكون أعديته بحيث أنه يستحق أن يكون ذا كرامة. إنما أنا مش هاخد واحد بأخلاقه مثلا الضعيفة أو الرديئة وأعطي له كرامة كبيرة. ما أقدرش أقول له قم للمعلم يوفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، إلا إذا كنت قد كفلت كفاءته لكي يكون على هذه المنزلة. إنما يبقى أقول له كاد المعلم أن يكون رسولا وهو مثلا ألفاظه وتدخينه قدام الطلبة وإشاراته وإيماءاته وصدقه وانحرافاته كل ده مش مظبوط، لا ما ينفعش. عشان كده رقم واحد في إصلاح سياسة التعليم ما هواش المناهج وإن كانت مهمة، وما هواش الأبنية التعليمية، وما هواش الإنفاق، وما هواش الكتاب المدرسي. كل ده مهم وكل دي عناصر لابد منها. لكن العنصر اللي يقدر يصلح كتير قوي حتى لو بقية العناصر مش متوفرة كويس هو عنصر الشخص القائم بالعملية التعليمية، المعلم. لذلك المعلم لازم تكون له إعداد، هو اللي يختاره، المعلم نفسه يختاره، بس كل ما يختار درجة عالية لازم ده هو اللي يجد فرص عمل أحسن وهو اللي يجد مرتب أحسن. يعد ولو عن طريق المعسكرات، لأن احنا فاهمين ان المتوسط الأخلاقي العام في المجتمع ضعيف. مش هقدر أكون معلم إلا إذا كان هذا المعلم هيبقى يدخل في معسكرات داخلية لإعداده كبشر، قبل كمعلم إعداده الخلقي وإعداده الديني وإعداده الثقافي وإعداده في مراعاته لأنه ينشئ النشء. ولازم مش كل واحد متخرج من كلية التربية ينفع معلم، أو كل واحد متخرج من كلية كذا ينفع معلم، لا، لازم كمان أقيس الموهبة، مين اللي يعرف يتعامل مع الطفل. في مدرس لما التلميذ يغيظه يتغاظ، وفي مدرس لما التلميذ يغيظه هو عارف انه هو في عنده مهارة اللي هو كيف يتعامل مع غيظ هذه المرحلة السنية. عشان كده علماء نفس الطفل وعلماء الاجتماع لما بيديني خريطة
لحياة الطفل ويقول لي من سن كذا لسن كذا يغلب عليهم الشيء الفلاني وبعدين يغلب عليهم الشيء الفلاني، المدرس لازم يبقى فاهم. وأنا أتذكر أنه كان هناك معلم في حي الدقي، هذا المعلم كان مدرس في مدرسة، لكنه كان يفتح بيته للطلبة في الصيف، مش درس خصوصي، قاعدة كده حرة. هو كان راجل من بيت عالي، فكان يعني واخد على هذا، فكان تلقى تلامذته فيقولوا لك احنا تعلمنا في بيت هذا المدرس أضعاف ما تعلمناه في الفصل، لأنه وكان مع هذا لا يترك رحلة من رحلات المدرسة إلا إذا خرج فيها مشرفا. يوم هو المدرس اللي بيؤدي دوره في المدرسة، هو اللي بيؤدي دوره في الرحلة، هو اللي فاتح بيته، كل هذا لأنه يعرف أنه صاحب رسالة. المدرس لازم أنا أجهزه كده، مش هينفع ناخد المعلم من بيته من تربية أهله اللي جايز يبقى فيها ألفاظ سيئة، فيها عبارات مش كويسة، فيها إيماءات فاشلة، فيها كذب، فيها عدم وفاء، فيها مصلحية، فيها كذا فيها كذا. لازم ياخد إعداد كافي، إعداد ولو وصل تثقيفيا إلى أنه تبقى معسكرات داخلية زي كده، كلية داخلية زي الجيش والشرطة، ما هي كليات داخلية، أن تبقى فيه كلية داخلية لإنشاء المعلم، وعشان كمان إحنا نكتشف هو مدى أخلاقياته إيه. ما أنا بالمعايشة هقول ده ينفع وده ما ينفعش. فضلا عن شيء مهم بالنسبة للمعلم اللي هو فعلا أن الحياة بتاعته تكون حياة كريمة. أنا النهاردة عندي أطراف العملية التعليمية كلهم موافقين على الدروس الخصوصية. الأوائل بيطلعوا في الثانوية العامة يقول لك لازم بناخد دروس خصوصية، التلامذة عايزين دروس خصوصية، المدرس عايز دروس خصوصية، الأب والأم عايزين دروس خصوصية، المدرسة بتروح هناك يشتكوا لك من ابنك يقول لك خليه ياخد درس لأنه كده مش هيمشي، ومع ذلك تيجي تعمل درس مع إنه كل الأطراف موافقة عليه، تلاقي مين اللي بيجري وراهم ويقبض عليهم؟ الحكومة تضع قواعد. طب ليه؟ لأن الحكومة بتمثل، عايزة تكذب. ما فيش حد، كلنا ضد دروس خصوصية كلنا، لكن انت مش ضدها يعني بالبوليس، ضدها بالسياسة التعليمية. خلوا بالكم في فرق بين ان انت في السياسة التعليمية تحلها سياسة وبين ان تحل السياسة التعليمية بوليس. ده شيء مش ممكن يبقى العيوب الاقتصادية بدل ما تصلحها بسياسة اقتصادية والعيوب التعليمية بسياسة تعليمية كله بوليس يجري ورا الناس، يبقى مجتمع بيخبط في نفسه وبيضطروا انهم يكذبوا وينحرفوا ويفسدوا. فلا بد ان انا ادع، ولذلك انا فيما يتصل بمجانية التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدرس الذي يعلم أبناء المسلمين له أجر. لازم أنا أعطي المدرس أجر جيد، ولازم أخلي عند الطالب حافز إنه يقدر لو رفع بس النتيجة بتاعته من 65% إلى 70% هياخد إعفاء ما عشان يبقى فيه ضبط. إنما الوقت جايز الأم تقعد قدام التلفزيون ولا تقعد في المطبخ والولد يبقى مش بيذاكر كويس وكذا وخلاص، ما هو 50 زي 70 ولازم ينجحوه عشان نسبة النجاح توصل. إنما لو إنه فعلا بقت في حافز للأب والأم إنهم يوفروا جو تعليمي علشان الولد لو وصل إلى 70 أو إلى 75% هتنقص المصروفات التعليمية، أنا هخلي كل البيوت تساعد وزارة التعليم في جودة التعليم. إنما حكاية إن التعليم مجانا وهو ولا مجانا ولا حاجة، بيشتروا كتب خارجية على حسابهم ويدفعوا دروس خصوصية على حسابهم ويعملوا كل الأمور المتعلقة بالتعليم، بينفقوا نفقات غير عادية من دخل الفقراء. الراجل الغلبان الفقير يدفع ده، خد منه عشر اللي بيدفعه، عشر بس اديله تعليم كويس. يعني هو مثلا بيقول لك أنا صرفت على ابني في الثانوية العامة 5000 جنيه، لو ابنه في الثانوية العامة مش هقول لك مصروفاته 500 جنيه بقى، لا مصروفاته 200 جنيه، إلا لو كان حصل على 75% وياخد مجانية كاملة أو كذا. الحوافز دي هتخلي الأب يساعدك والأم تساعدك والمدرس يساعدك والولد يساعدك وتحصل على نسبة تفوق. إنما احنا بنكذب،
احنا بنقول التعليم مجاني وهو مش مجاني ولا حاجة، ولذلك تنهار العملية التعليمية. العنصر الثالث اللي نتعلمه من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم، اللي هو ان المنهج ما يبقاش تقيل، ما ينفعش يبقى تقيل. انا ممكن احط 10 دروس والطالب يحفظه، وممكن درس واحد واقعد اخلي الطالب يفكر فيه. ازاي؟ مثلا اضرب لكم مثل لطيف جدا جدا. كان في درس عبارة عن صورة بس، مش اكتر من انه هي صورة، عبارة عن سور، والسور ده متهدم منه شوية طوب كده وفي تراب وغيره، والصورة دي تتحط على الحيطة والمدرس يقول لهم ايه رأيكم نعمل ايه في الحتة دي عشان تبقى حلوة؟ فيقعد كل تلميذ يقول الطوب ده ممكن نعمل فيه كذا، الثاني يقول له لا ما ينفعش لان ده طوب قديم، ويقول له مش قد بعض، ويقعدوا يتناقشوا ساعتين لحد ما يوصلوا الى شيء. والمدرس فاهم انه عايز يوصل من خلال الدرس الطارئ ده الى انه مثلا يعرفهم ايه هي فايدة الطوب، ايه هي فايدة الشجر، ايه هي مين اللي بيحتاج ايه. وصلت لهم كل المعلومات عن طريق التفكير. بس الدرس ده بدل ما بيتشرح في المدارس المصرية في حصة واحدة وبعدين أسئلة، اتشرح في المدرسة في مدارس ألمانيا التي يعني أنا بحكي هذه التجربة من عندها، شرح في يمكن 3-4 مرات ومشروع، ويحطوا مشروعهم للموضوع ده لحد ما يقدروا انهم يوصلوا للنتيجة، وبعدين يطلعوا رحلة الى السور ده، لان ده سور فعلا متصور، صورة حقيقية، وينفذوا اللي هم قالوه هناك. فتخلق شخصية للطفل. إذا المنهج المكدس اللي بيكتم على المراوح ويكبس على الأنفاس ويخلي الناس مش قادرة تبتكر وإنها تفهم وإن هي تدرك وإن هي الطفل نفسه ملكاته ما بتتنماش، الحقيقة هذه المناهج لابد أن يتم تخفيض لها عشان شخصية الولد ترتقي ويبقى يصبح قائد يعرف يقود. أنا عندي من ضمن الأشياء الخطيرة جدا التعليم الأزهري. التعليم الأزهري ده جريمة من الجرائم ترتكبها الدولة، وبيساهم فيها الأزهر عندما يوافق على هذا، إنه يجي للطالب الأزهري يقول له خد دروس التعليم العام وخد معاها دروس الأزهر، ويردمه ومتصور إن الطالب بهذه الكمية المضاعفة مش هيطلع ضعيف، مش هيطلع شخصيته مهزوزة، مش هيطلع مش مدرك. لذلك شوف بقى أنا قلت إيه، إن ما تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العجالة هي إيه بقى؟ هي قوة المعلم وبساطة المنهج. المعلم أنا خليته أقوى وشايل حمل أقل فيعرف يعلم أحسن، وأعرف أعمل الفعاليات الموازية اللي هي زي إيه؟ زي الرحلات وزي المعسكرات للتلاميذ، تبقى العملية التعليمية في النهاية آتت أكلها وأثمرت أنها وصلت بالتلاميذ إلى درجة كويسة. الحقيقة هذا الكلام لما بتاخده من الرسول عليه الصلاة والسلام بتشعر أنه نقل المسلمين نقلة كبيرة بكلمة بسيطة: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون بس فإن الله لا يمل حتى تملوا. واحد تاني قال له أنا أقدر أقرأ القرآن كله في يوم واحد، قال له لا، ممنوع، هو في فترة زمنية ما ينفعش أقل منها. يقول له ما فقه من قرأه في أقل من هذه الفترة. يبقى إذن حكاية إن المنهج ما يبقاش كبير دي سنن، أنا بس لولا ضيق الوقت، إنما دي سنن. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا خد حاجة بسيطة وخد مدرب قوي، زي بالضبط الصنايعي الشاطر، الولد البلية الصغير اللي واقف جنبه، لما الصنايعي يبقى شاطر وبيعلمه حاجة متقنة بسيطة بحاجة متقنة بيتشطر. إنما مش بيقف درس يقول له تعالى أنا هعلمك مثلا حلاقة الشعر، تقص الجانب كذا والتدريج كذا، يديله درس نظري يطلع ضعيف. إنما إحنا عايزين نعلم، نجيب مدرس قوي وهكذا. فإنه حتى سياسة التعليم في بلادنا بالمناهج والأبنية والمدرس وإنما نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن نحسن الاستنان بسنته، والحمد لله رب